والصلاة والسلام على أشرف المرسلين السيد المحترم عن صاحب الجلالة العامة بالناس، السادة أعضاء الوفد المرافق للسيد العامل سيد قائد الحامية العسكرية، السيد رئيس مجلس عمالة الكناس، السيد رئيس جماعة ترابية الكناس، السيد رئيس جماعة المشروع السينية، السيد رئيس المجلس العلمي، السادة ممثلي السلطات العسكرية والأمنية والإدارية والمحلية، السادة ممثلي الهيئات السياسية والمنتخبة والنقابية والإعلامية وجمعيات المجتمع المدني، السادة أعضاء أسرة المقاومة وجيش التحرير، أيها الحضور الكريم، سيداتي سادتي، يخلد الشعب المغربي اليوم بكل فخر واعتزاز وفي أجواء الحماس الوطني من شرق المغرب إلى غربه ومن شماله إلى جنوبه ذكرى وطنية غالية، ألا وهي الذكرى 71 لثورة الملك والشعب الخالدة، وهي مناسبة جليلة لاستحضار قيم الوطنية الحقة ومواقف الكفاح الوطني الذي قاله أبو الأمة جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه، ورفيقه في الكفاح الوطني جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه، في سبيل الاستقلال والانعتاق والحرية والكرامة. ففي مثل هذا اليوم من 20 أغسطس 1953 اندلعت شرارة الكفاح الوطني حينما امتدت أيادي المستعمر الفرنسي الغاشم إلى أرض السيادة الوطنية بالنفي إلى كورسيكا ومنها إلى مدغشقر، متوهما بفعله هذا أن إبعاد الملك الشرعي عن شأنه سيطبق شرارة المقاومة، إلا أنه وقع بهذا العمل الشنيع على صدق نهايته، حيث توهجت شرارة الكفاح المسلح واشتعلت بكل ربوع الوطن الشريف في سبيل نصرة الحق وعودة الشرعية للبلاد. لقد كانت هذه الثورة محطة تاريخية بارزة في مسيرة النضال الوطني الذي قاده الشعب المغربي ومعه العرش الملكي الخالد، مسترخصا الغالي والنفيس دفاعا عن مقدساته الدينية وثوابته الوطنية وهويته المغربية الأصيلة. كما كانت الفترة التي قضتها العائلة الملكية الشريفة بالمنفى ما بين 20 أغسطس 1953 و 16 نوفمبر 1955 جحيما حقيقيا على المستعمر الفارسي الذي رضخ لمطالب الشعب المغربي بعودة الملك الشرعي للبلاد ورجوع وطن التحرير والاستقلال إلى أرض الوطن حاملا لواء الاستقلال والحرية، تاليا قوله تعالى: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور، حيث وضع جلالته خارطة الطريق لمرحلة ما بعد الاستقلال، متمثلة في قوله: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، جهاد التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومحاربة مخلفات المرحلة الاستعمارية. سيدي العامل، أيها الحضور الكريم، إن لهذا الحدث الكبير المرتبط بالذاكرة الوطنية التاريخية دلالات عميقة يجب أن تتربع عليه الأجيال الصاعدة، وهي في قلب اهتمامات الجمعية الإسماعيلية لحفظ التراث وصيانة الذاكرة التي تولي عناية للتراث كرأس مال وطني يواجه تحديات المحيط الإقليمي. وفي هذا الشأن نثمن تصنيف المنحوب كجزء من الهوية المغربية وكتراث إنساني عالمي من طرف منظمة اليونسكو، وهو تراث مرتبط بالمقاومة الوطنية، وذلك من خلال إذكاء مختلف الحرفيين بالمدينة العتيقة المهتمين به للحماس الوطني. والجمعية تركز على دور المساجد كمؤسسة للحفاظ على الثوابت الوطنية، ومنها انطلقت شرارة الكفاح الوطني خصوصا الجامع الكبير في مدينة كناس، إلى جانب العناية بالمقابر كمرافق تتصدر الذاكرة الوطنية خصوصا مقابر الشهداء في وادي بوكران وقرامة، والتي عملت الجمعية على برمجة إصلاحها وترميمها بالتنسيق مع جماعة الترابية للكنيسة. سيدي العالم، أيها الحضور الكريم، إن صيانة الذاكرة التاريخية مسؤولية جماعية ينهض بها الجميع للحفاظ على الهوية المغربية، وذلك بغاية تربية الأجيال الصاعدة على الوطنية والمواطنة الحقة من خلال التذكير بالتضحيات الجسام التي قدمها جيل التحرير من أجل الحرية، فلم تهدأ
ثائرة الشعب المغربي منذ دخول المحتل الفرنسي تراب المملكة، حيث اندلع مسلسل الكفاح الوطني بمحطات نذكر منها معركة الهري ومعركة أنوال ومعركة بدو ومعركة ودوفلان ومعارك مرتبطة بالظهير البربري وتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال وخطاب طنجة وثورة الملك والشعب وثورة الشباب. إن هذه المحطات التاريخية لها عدة دلالات وأبعاد، وخاصة في إطار العناية بالذاكرة التاريخية الوطنية، وهي محطات تكللت بالاستقلال وتلتها مراحل استرجاع الوحدة الوطنية وتواصل مسيرة التحرير، أهمها طرفايا لتاريخ 15 أبريل 58 وسيدي إفريق 30 يونيو 1969 والمسيرة الخضراء المضفرة لاسترجاع الأقاليم الجنوبية كآخر محطة بالنسبة لآخر جندي تم إجلاؤه من وادي الذهب والساقية الحمراء 28 فبراير 1976، وكذلك آخر محطة هي 14 غشت والتي احتفلنا بها منذ أيام 14 غشت 79 ذكرى استرجاع وادي الذهب. ثانيا التمسك بالمقدسات الدينية للمذهب المالكي وإمارة المؤمنين والعقيدة الأشعرية للأمة المغربية، وكذلك التمسك بالثوابت الوطنية والشعار الخالد الله الوطن الملك. ثالثا التشبث بالوحدة الترابية الوطنية والذود عنها. ولقد تواصلت مسيرة الجهاد الأكبر الذي دعا إليه أبو الأمة محمد الخامس في عهد جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في الكفاح عن الدفاع عن الوحدة الوطنية واستكمال الوحدة الوطنية، وكذلك انطلاقة الأوراش الكبرى من طرق السيارة ومناطق صناعية وموانئ كبيرة، ميناء المتوسط والميناء الأطلسي والميثاق الوطني للاستثمار، وآخرها المبادرة الملكية للأطلسي لتمكين الدول الساحلي من الواجهة الأطلسية والرقي بالمملكة إلى مصاف الدول العظمى في محيط إقليمي وأمام تحديات الهجرة والتهديدات الإرهابية، وجعل محطة 2030 لتنظيم كأس العالم لكرة القدم بكل من المغرب وإسبانيا والبرتغال محطة حاسمة في الربط القاري بين القارتين الأوروبية والإفريقية. وفي الأخير نشير كذلك إلى برنامج التأهيل وتثمين المدينة على عتيقة كنوع من صيانة الذاكرة العمرانية للمدينة، وإن ننوه بهذا البرنامج الملكي الذي يعتبر التباسة ملكية سامية للعاصمة الإسماعيلية. ننوه كذلك بالدور الذي تقوم به السلطات الإقليمية في مواكبة هذا البرنامج وفي إعادة الذاكرة للمعالم العمرانية في المدينة. رحم الله شهداء الحرية والاستقلال، وفي مقدمته وطن التحرير المغفور له محمد الخامس، ومبدع المسيرة الخضراء المغفور له الحسن الثاني، وشهداء الأمة الأبرار من أسرة المقاومة وأعضاء جيش التحرير. وتحية تقدير وإكبار واحترام للقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والأمن الوطني والحرس الترابي والإدارة الترابية وجميع مكونات الأمة المغربية. حفظ الله مولانا الإمام بما حفظ به الذكر الحكيم، وأقر عليه جلالة الملك محمد السادس بولي عهده سيدي محمد مولاي الحسن وسيدي الرشيد مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.